السلام عليكم. النهارده جيت لكم بقى كده جايه قايمه من تعب ولسه ما زلت تعبانه، والحمد لله ربنا يشفينا جميعا ويشفي كل مرضى المسلمين اجمعين اللهم امين. يلا قبل ما نبدا في وصفتنا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وصلوا على النبي في الكومنتات بنيه ان ربنا يفرجها علينا جميعا ويجعلوها صدقه جاريه ليا وليكم. بجد بقى لي فتره الحمد لله يعني كده تعبانه شويه انا والاولاد، ودور برد فظيع، فكنت مأهمله شويه في موضوع الاكل ده. الحمد لله كنت عامله فيديو معاكم، كنت طبخه فيه كذا طبخه ويعني ربنا زي ما يكون كان عالم بحالي، فيعني ألهمني أعمل كده. وبجد الحمد لله والشكر والفضل لله وحده على نعمه علينا، إن بدأت إن خلال الأيام اللي أنا كنت تعبانة فيهم إن إحنا نمشي حالنا بالأكل اللي إحنا كنا عاملينه، الحمد لله والشكر والفضل لله طبعا. فالنهارده بقى قلت يعني شفت كتير قوي ناس بيعملوا فراخ في الاير فراير، فرخه كامله وكده، فحبيت ان انا النهارده اخد التجربه دي. قلت ليه لا، وتعالوا ما اخدها معاكم. عايزه اقول لكم من اول مره في حياتي اعمل فرخه كامله في الاير فراير، وقلت ان انا اجربها. دايما بسوي الحاجات اللي هي زي الكفته، زي الحاجات اللي هي بتبقى سريعه اللي هي الجاهزه عادي زي البطاطس المجمده او الحاجات المجمده. فقلت النهارده جاهز معاكم الفرخه. الفرخه زي ما شفتوا معايا كنت محضره زبده سايحه وحطيت عليها كمون وكزبره وبابريكا وبهارات كفته كانت شويه عندي في التلاجة، وحطيت فلفل اسمر وملح، وحطيتها اول نص ساعه كده وظبطت الحراره على 160. وبعدين قطعت معاها بطاطس وبصل. طبعا انتوا تقدروا تقطعوا اي خضار بتحبوه، انا اوريدي كان عندي خضار سوتيه فحبيت اكتفيت بس بالبطاطس والبصل. هنا بعد نص ساعه الاولانيه بنقلبها على ظهرها، بنسيبها نص ساعه تانيين على 170 درجه 170، وبعدين بندخلها اخر حاجه على العشر دقايق بتاخد لون بس على درجه حراره برضو 170. هنا بقى قلت اما اشرب كوبايه قهوه كده، ربنا يقعني يعني ايه ان انا اشربها كده ويجعل فيها كده الفوقان ليا. فحبيت ان انا افصل كده واخد بريك بكوبايه القهوه دي على بال ما الفراخ تكون خلصت معانا. وهنا بقى الفرخه بعد ما طلعت من الفرن، عايزه اقول لكم قد ايه كانت ريحتها حلوه، وقد ايه كانت طعمه، وقد ايه كان لحمها طري ومش ناشف. وكنت خايفه جدا بحته ان هي ممكن تنشف او ان تكون ناشفه من جوه، لاني انا اول مره اجرب ان انا اعمل فرخه كامله في الاير فراير، ولكن الحمد والشكر والفضل لله طلعت تحفه جدا ما شاء الله. ولما نكون عندنا حاجه ربنا يعني رزقنا بيها بتعيننا على شغل بيتنا، بنقول الحمد والشكر وفضل الله على نعمه علينا، لان بجد دي بيبقى فضل ونعمه من عند ربنا. قلت بقى ان انا اعمل كوكيز كده، لما لقيت في نفسي فقت شويه قلت اعمل كوكيز. عملت كوكيز دايت، وعملت كوكيز برضو للاولاد، كوكيز عادي ليهم عشان ان شاء الله باذن الله ياخدوهم وهم رايحين في اللانش بوكس بتاعهم. وعايزه اقول لكم يا جماعه على ساعه حلوه قوي قوي قوي، اوعوا تنسوها او تضيعوها منكم. هي الساعه بتبقى في يوم الجمعه قبل صلاه المغرب، الساعه دي ربنا بيرزقنا فيها بكل الخير. دي من افضل الاوقات اللي نصلي فيها على النبي بنيه ان ربنا يستجيب لدعواتنا كلها. وبجد جربوا كده بس تقعدوا الساعه دي وتختلوا بربنا، وربنا يرزقكم الخير كله. وهنا بقى انا بجهز لحاجه جديده، فاستنوني في فيديو جديد.